أوكي، طب هل الجامعة بتقدّم تدريب عملي بيساعد الطلاب يفيدهم بعد التخرُّج؟ ده حاجة كتير عملية جدًا. مش theoretical يعني؟ ده كتير جدًا، ويمكن recently بقى الاهتمام أكتر بالتدريبات العملية على الجزء النظري، بقى أوكي، كل مادة إحنا طبعًا صيدلة، كل مادة فيها جزء نظري جزء أكيد practical. طبعًا. لكن بقى في سَنة كاملة بندرّب الناس فيها، بينزلوا مستشفيات، بينزلوا مصانع، يتدرّبوا بشكل فعلي جوّه المصنع وجوّه المستشفى على الحاجات دي. أوكي، بالنسبة للكليات التانية إحنا طول الوقت بنعمل تدريبات، وبنعمل تدريبات بالتعاون مع بعض. يعني آخر تدريب كان قائم في الجامعة كانت كلية إعلام عاملة تدريب للغير إعلاميين، يعني هو متقدم mainly لطلبة كلية صيدلة وهندسة وعلاج طبيعي وأسنان. الكليات التانية كلها بتعلمهم فيه إزاي يعملوا كونتنت بشكل كويس، أوكي، إزاي justify المعلومات اللي بتجيلهم بشكل critical، يعني حاجات كلها خاصة بإعلام. ولكن إحنا شفنا إن بعض الكليات التانية ممكن يكونوا محتاجين ده، لأن في صيادلة دلوقتي بقوا بيعملوا كونتنت أونلاين. أيوه بالضبط. فحاولنا نديهم التولز اللي تخليهم قادرين يعملوا ده، بما إننا عندنا كلية إعلام وعندنا experience في الحتة دي، فعرفنا نعمل الماتشنج فfaculties ده. بتsupport each other. يس، احنا بنعمل ده طول الوقت، واوقات بنعمل بروجرامز من صيدله تبقى بتتقدم لطلبه الكليات التانية خاصه مثلا بالتغذيه.